قول بسم الله الرحمن الرحيم. اول روتين كده بعد تجديد المطبخ، اللي انا عايزه اقول انه يا محلى يا محلى المطبخ مع التفريزات. يعني هو في كده يا جماعه؟ ايه الراحه دي، اللهم لك الحمد. النهارده هنعمل شوربه خضار بيو. وكمان عندي هنا 5 صوابع 4 صوابع كفته هعملهم كده جنبها، وهعمل شوربه خضار ورز ابيض. فاحنا هنحتاج الطبق ده وهنحتاج الطبق ده. ويلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنت يعني بعمل فول. يعني كنت من الصبح كده سايباه يتنقع. فدلوقتي بقى انا بدأت ان انا اسويه زي ما انتوا شايفين كده شكله. هضيف له دلوقتي جزر. شايفين الشكل عامل ازاي؟ بحب جدا جدا، حبيت ان انا الحركه اللي انا بعملها دايما فيه ان انا احط فيه جزر. والحركه التانية ان انا يعني بعد ما يستوي ويبرد بحطه في علبه واحطه في التلاجة، ما بحطوش بالحله بتاعته او بالقدره. فدي اكتر حاجه مريحاني بصراحه. بقى يا حلوين، انا دلوقتي هعمل ايه. انا دلوقتي عندي كذا حاجه متفرزه. فاول حاجه انا هبدا اجهزها ان انا اقطع الجزر واقطع الكوسه. ولو ممكن احط بطاطس وممكن لا، بصراحه انا مش بحبها يعني في شوربه خضار. فانا مش هحطها. تمام. طيب، وعندي كمان البصل اللي هو متفرز، وعندي الكفته اهي. فانا كله تمام. وكمان عندي شوربه من امبارح، شوربه فراخ. فالدنيا يعني حلوه قوي، بسيطه، مش محتاجه تعقيد ولا كده. عشان نحافظ بقى على الرخامه بتاعتنا اكبر وقت ممكن، ان احنا ما نقطعش عليها حاجه، ما نخرطش حاجه، ما نحطش حاجه خشنه عليها ونقعد يعني نعملها كده وهكذا بقى. فانا اول حاجه هعملها اهو. هاخد قد ايه كوسه؟ ممكن اخد 3 كوسه كفايه قوي. تمام. والجزر اهو هعمله كله، لان هاخد كمان منه هحط هاخد. بقول العلبة دي مهمة جدا يا جماعة، العلبة دي مهمة جدا، بحط فيها كل الفضلات اللي ممكن تطلع. تمام اهو. ف هقطع بقى دلوقتي الكوسة مع الجزر عشان نعمل شوربة خضار، عشان انا صايمة. ده في نفس اليوم اللي انا عملت فيه معاكم الفيديو بتاع تجديد المطبخ. فهو نفس اليوم بالظبط، بس انا حبيت اكمل معاكم بقى الروتين بتاعي هيبقى عامل ازاي. فهنقول كده بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نقطع. بصوا، انا هقول لكم على حاجه. انا هقطع الواحده وهغسلها وهحطها فين؟ في في الفول. الباقي بقى هقطعه مكعبات كده صغير. كده انا قطعت الجزر. على فكره انا مش عايزه اطول، يعني عايزه اخلص بسرعه علشان البصل ما ينفعش اقعد اكتر من كده، ان انا هاخد منه معلقه واحده وهشوحها بقى مع مع بقيه الخضار. فمش عايزه اطول اكتر من كده وعايزه اخلص بسرعه. فانا هقطع كمان الكوسه زي الجزر بالظبط، نفس مش نفسه بالظبط برضو. ليه بقى؟ هقول لكم. علشان الكوسه بتستوي اسرع، فانا هقطعها كده نص. تمام. بس ما عنديش بقى بسله، بس مش مهم عادي. يعني مفيش حاجه موجوده، بس الكل موجود بقى. دلوقتي انا حطيت حله اهو على النار، وحطيت فيها معلقه سمنه صغيره خالص. تمام. وهبدا بقى ان انا احط كده معلقه من البصل. شيل بقى الباقي في الفريزر. هديهم بقى كده تشويح. تمام. وبعدين هنزل بقى بالجزر والكوسه بعد ما غسلتهم. هديهم كده تشويحه الاول مع بعض، وبعدين هنزل برضو بجزء من الفاصوليا، عشان الفاصوليا برضو متلجه. تمام. فدول هديهم تشويحه الاول، بعدين هنزل بقى بالفاصوليا وهي تاخد تشويحه. بقى هنقع الجواف عشان نعملها عصير. الفاصوليا بقى انا بحبها، فنحط منها شويه يعني كده. الباقي بقى على طول على الفريزر على طول يعني. شوحهم كده مع بعض. اهم حاجه التشويحه دي يا بنات، لانها بتاخد لون حلو
بتاخد كمان طعم حلو جدا جدا، وبتسرع من عمليه سوى الخضار. يلا بقى ننزل بالشوربه. الشوربه سخنه، بسم الله. ريحه الشوربه اصلا انا عاملاها امبارح حلوه قوي. عملتها بحاجات اول مره اعملها. حطيت بصل مفروم كده، وحطيت كمان البهارات بتاعه اللحمه، زي مثلا الفراخ قصده، زي الفلفل الاسود وبهارات الفراخ ومرقه. بصوا ودت الطعم في حته تانية، خلت الشوربه لا فظيعه. انا هستنى لحد ما تاخد غلوه، وبعدين هوطي عليها النار واسيبها بقى تستوي على نار هاديه، فبتبقى طعمها احلى بكتير بقى من ان انت تعمليها بسرعه وبالهوجه وكده. دلوقتي بقى يا حلوين هنبدا نعمل هحط بقى الكفته كده. تمام، كفته اهي، حطوها عادي ظابطه كده. الاكياس دي على فكره ممكن نستخدمها تاني لانها نضيفه وما فيهاش اي حاجه، بس انا بحب كده اديها رشه زيت. تمام، وادخلها بقى ايه، اولع الفرن وادخلها بقى الفرن مع بعضها كده. عايزه بس افرقهم عن بعض اهو كده. العلبه دي بتفضل طول النهار هنا لحد ما بخلص طبيخ في كل حاجه بقى، يعني عصير، طبيخ حاجه معينه، اي حاجه انا بعمل بيها يعني في فضلات تطلع منها بروح فورا حطاها. في نهايه اليوم بقى قبل ما اقفل المطبخ او قبل ما اغسل المواعين او تاني يوم لو كنت تعبانه مثلا، بروح واخداها وحطاها بقى ايه في الباسكت واغسلها انضفها واسيبها ايه تاني يوم بقى او الاستخدام اللي بعد كده على طول. بصراحه هي مريحاني جدا يا بنات، وموفره وقتي، موفره عليا تنظيف الرخامه كل شويه، موفره عليا حاجات كتير. فانت كمان ممكن تخلي اي علبه عندك بالشكل دوت، او مثلا اي باسكت حطي فيه كيس. وممكن يعني لو انا عندي فائض من الاكياس الصغيره مثلا اعمل كده، اروح حاطه كيس واحط فيه الحاجه وبعدين ابقى اشيلها ايه، اشيل الكيس ارميه واسيبها هي زي ما هي. بس انا بحس ان الموضوع مش مستاهل، يعني عشان مثلا لو عندي عزومه هعمل كده، لو عندي عزومه او بفرز حاجات كتير ممكن اعمل الحركه دي. فانا كده اهو عملت كل الجوافه. يلا بقى نقطع الجوافه كده. تمام، انا عايزه اقطعها صغير لاني كمان انا بقطعها على القطاعه. ليه؟ لانه القطاعه هتسهل عليا، لان هي بذرها شويه يعني تقيل وناشف، مش عارفه المفروض اقطعها ازاي. بصوا بذرها يا جماعه مش طبيعي، يعني البذر ده مش بذر طبيعي ابدا. فانا عشان ما اضيعش وقتكم معايا هقطعها كلها اعملها عصير وارجع لكم تاني اقول لكم بصفيها ازاي. على فكره الباقي منها انا ممكن اشيله في الفريزر، يعني انا هكفي كده هعمل بس اعتقد انه كده كفايه. تمام، واشيل دول مثلا يوم تاني. عارفين، طب ممكن تكونوا عارفين وممكن لا، عارفين ان اليوتيوبر قولوا معايا اسمها ايه، شيماء فوده، بحبها قوي. كانت هي عامله الموضوع ده من سنين طويله، اسمه مشروب التراويح او عصير التراويح. انا ان شاء الله عايزه اعمله السنه دي بصراحه، انها فكره حلوه جدا ونفسي اجربها. فان شاء الله هنعمله السنه دي مع بعض مشروب التراويح. وطبعا الراعي الرسمي للموضوع او صاحبه الفكره هي شيماء فوده مش انا خالص يعني. عايزه اقول لكم حاجه، عايزه اقول لكم ان انا سمعت عن مكان او حاجه كده، مبادره شباب اسمها صناع البهجه. صناع البهجه، مش عارفه انا متلخبطه. الصيام تعبني يعني بجد، في ارهاق كبير طبعا. هي يا جماعه عشان يعني بصوا هتنزل بالتيله، فانا هضطر ان اعبي هنا ميه. المهم بقى صناع البهجه دول شباب، انا شفتهم، يعني شفت الفيديو بتاعتهم في تكوسه كده بانت، تكوسه اسكندرانيه، يعني تكوسه من محافظه اسكندريه هي اللي بانت، مش عارفه بقى هم فين او هم مثلا منين. المهم ان الحوار يا جماعه عجبني قوي بصراحه، وان هم بقى بيعملوا حاجات حلوه قوي، ممكن يعملوا شربات ويعملوا عصير وينزلوا يوزعوه، بيعملوا هدايا للاطفال، بيعملوا حاجات كتير جدا شكلها حلو قوي وافكار حلوه. وهم مجموعه شباب كده مع بعض مع مجموعه اطفال، فاسمهم صناع البهجه، تلاقيهم على التيك توك، انا شفتهم على التيك توك وليهم كمان صفحه على الانستجرام.
فانا مش عارفه، انا حاسه ان انا عايزه اروح انضم ليهم، فانا فعلا بعتلهم ان انا انضم ليهم. بعتولي لينك جروب الواتساب، فلسه هشوف النظام ايه وكده. ولو انتم من اسكندريه وساكنين في اسكندريه زي ما انا ساكنه، نقدر نتقابل معاهم ونروح نعمل معاهم حاجه كده، سواء ان احنا نتبرع عن التطوع او ان احنا نتبرع بفلوس او نجيب حاجات ونروح نوزعها معاهم، اي حاجه. بجد الموضوع ده يعني بيفرق جدا في نفسية الانسان. اي انسان بقى بتحس ان انت اكنك يعني بتعملي حاجة، انت بتعملي حاجة كبيرة، انت مش بس عايشة ايه وسط اهلك وبس او وسط صحابك وبس، لا انت عايشة وسط ناس كتيرة قوي محتاجين كلامك ومحتاجين تحسي بيهم ويحسوا بيكي. كمان هي بتطور من الذات جدا، يعني الموضوع ده بيطور من ذاتك وبيطور منك جدا، انك تكوني ليكي نشاط تطوعي. فليه تجربة في الموضوع ده ان عملت نشاط تطوعي في اي مكان، يكتب لي بقى في التعليقات كده ويقول لي ايه التجربة والدنيا كانت ماشية ازاي معاه. بصوا بقى هو قد ايه نزل، بس لسه فضل كتير، يعني اللحم بتاعها كله ناشف تمام. فده عامل ازمة بقى، عامل ازمة كبيرة، فعايزة بقى ايه اصفيها كويس قوي وارجع لكم تاني. اول فنجان قهوة بعد تجديد المطبخ، يعني حاجة كده سبيشال. يا جماعة البن بيخلص بسرعة قوي بجد، رغم ان انا يعني مش بشرب بن كتير، بس مش بتاعي بقى عشان جوزي بيشرب بن كتير، فالبن بيخلص بسرعة من البرطمان يعني. اتس اوكي. بصوا بقى، انا دلوقتي المفروض ايه ان انا هعمل قهوة وهقعد بقى امخمخ، بجد هقعد امخمخ بمعنى الكلمة يعني. فكرة انا من الناس اللي مبحبش البن يبقى كده في خالص، بتضايق. تمام. بحب بقى اقعد امخمخ كده مع فنجان القهوة بقى، اتفرج على حاجة، اعمل مونتاج لفيديو كده. تمام. فهقعد بقى زي ما بقول لكم كده بقى بحط السكر بعد القهوة، يعني بحط السكر كده، دايما بنسى السكر، خلي بالكم انا اوقات كتيرة جدا بعمل القهوة وبنسى خالص ان انا احط سكر فبضطر اخد معاها تمر بقى وشوكولاتة او كده، عشان بتبقى بصراحة يعني بتبقى تقيلة اوي. بصوا نحط كده المية. تمام. الفنجان بتاعي اهو برضو مليء، عاملة حسابي احط المية بتاعته كده، طلع ازيد من المية اوكي. مش عارفة انا ايه اللي انا عملته ده، بس في حاجة غلط. هسوي بقى القهوة بسرعة واجي نصبها سوا، وبعدين اقعد امخمخ زي ما قلت لكم كده. يلا سويها وارجع لكم تاني. بصوا بقى الشغل العالي، يا رب تطلع بوش، عشان انا لو طلعتش بوش هزعل. الحمد لله طلعت بوش، ودي كمان بوش الحمد لله. بصوا بقى، انا من الناس اللي بتحب تشرب القهوة في فنجان وبطبق، ما اعرفش اشربه من غير الطبق. يا القهوة يا حبايبي، وهنقعد نمخمخ بقى وشوف هنكمل مع بعض بقية الروتين المسائي ازاي. شكلهم حلو قوي صح؟ يلا انتوا كمان قوموا اشربوا قهوه لو لسه ما شربتوش. كده بقى حبيت ان انا ارص كده الموز عشان ما تبوظش في الشنطه، وكمان هنعمل كده طبق فواكه كده لطيف. اخدت كده كام ثمره من الفراوله وثلاث موزايات اهو. وكمان خدت عصير الجوافه اللي احنا كنا عاملينه، لانه بصراحه ما يتشربش لوحده ابدا، خشن قوي. فهقطع كده بقى هقطع الفراوله، وهقطع لزين الفراوله اصغر من الفراوله بتاعتنا، يعني هقطع الفراوله 4 كده زي ما انتم شايفين، ده بتاع زين عشان هو يقدر ياكلها، لكن احنا ممكن نقطعها 2 عادي، يعني جزئين كده بس. وهو كل طبق بقى هياخد صباع موز، وبعد كده هحط عليهم العصير بتاع الجوافه، فيبقى طبق كده ايه مليان بالفيتامينات، وطبق فواكه لطيف ولذيذ وسريع جدا، ممكن تعمليه في اي وقت في اليوم.
انا بقى دخلت كده اعمل عشاء وكمان اعمل حاجة مهمة جدا، وهي ان انا كنت عاملة فول لو تفتكروا في الفيديو اللي فات. فكان لازم بقى افضيه في العلبة، فجبته وفضيته في العلبة دي علشان احطه في التلاجة وانا ضميري مرتاح كده، ما بقاش في حاجة. لانه بجد لما جربت كنت احطهم في نفس الحلة او في نفس القدرة في التلاجة كانوا بيبوظ، وكان بيعمل دايما ريحة وحشة. فدايما اعملوا انتوا الحركة دي. كمان الجبنة هنفضيها دلوقتي في العلبة، وهوريكم دلوقتي الطريقة بتاعتي ان انا افضي الجبنة في العلبة ازاي وتنزل كده قطعة واحدة. بس للأسف هي العلبة كانت صغيرة، فانا اضطريت ان انا اقطعها بعد كده. دلوقتي بقى هقول لكم الطريقه. اول حاجه انا بفتح كده علبه الجبنه من فوق، بفكها، وبعدين بفتح برضو التانيتين بتوع المثلثين اللي هما بيكونوا تحت في القاعده بتاعه العلبه. وبعد كده بجيب بقى سكينه وافتح في الجوانب، بحيث ان انا اعمل هوا كده، ادخل هوا في الجوانب، علشان الهوا ده هو اللي هيخليها تتفرغ وتنزل. زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، بصوا نزلت قطعه واحده ازاي. الطريقه دي حلوه جدا جدا، ودايما اقولك ودايما انصح كمان انه لازم تحطيها في علبة بلاستيك، لانه العلبة دي هتنشف السطح بتاعها، مش دايما هتلاقيها مقفولة وقفل محكم يعني. بس فدلوقتي بصوا انا هبدأ طبعا اقطعها، لانها يعني كانت اكبر من العلبة انا عارفة، بس العلبة بتاعتها بقى كان لسه فيها جبنة. فانا حبيت افضي دي كده كده، خلاص انا حطهم بقى في التلاجة. قلت بقى احضر كده عشاء بسيط. هنعمل سندوتشات جبنة وكوباية لبن كده، عشان الواحد بقى يتقوى يتقوى بجد. امبارح كنت مبسوطه منكم جدا جدا في التعليقات، مش بشكركم التعليقات والمشاهدات كانت حلوه قوي. انا مش عارفه اقول لكم بسطتوني وفرحتوني جدا. ان شاء الله باذن الله كل اللي جاي هيبقى احسن، وكل اللي جاي هيبقى اقوى. وشكرا على تعليقاتكم وكلامكم الحلو. وطبعا كل البنات اللي هيشوفوا فيديو بتاع تجديدات المطبخ هيسألني فين الاستيكر او الاستيكر منين. الاستيكر يا جماعة من الستور عندي. الستور عندي في لينك الفيسبوك والواتس وكمان الانستجرام. فمش لازم تخشوا على التلاتة، انت ممكن تخشوا على حاجة واحدة بس اللي متاحة ليكم. انا عامله دول كلهم عشان في ناس ما عندهاش فيس، في ناس ما عندهاش انستجرام، في كده. فالناس عندها الواتس يخشوا الواتس عادي. طبعا اللي بينزل على الواتس واللي بينزل على الفيس والانستجرام، طبعا بنزل عروض، والعروض الفترة دي حلوة قوي لعيد الام. ففيها حاجات كتير حلوة، عروض لعيد الام، وفي نفس الوقت حاجات لرمضان تقدر تشتريها لعيد الام، وتقدر تشتريها كمان لرمضان بسعر حلو جدا. وفي مهرجان انا عاملاه اسمه مهرجان ال25 جنيه، حاجات حلوة جدا وقيمة جدا ب25 جنيه. فتقدروا تروحوا تشوفوا كل الحاجات اللي على البيج، وفي ان شاء الله شحن كل المحافظات. وبس هستناكم بقى كلكم تخشوا على البيجات كده وتنوروني هناك. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.